قضاء، تعليمات هنا قضاء، الحرية ماشي قضاء، تعليمات هنا قضاء، الحرية ماشي قضاء، تعليمات هنا قضاء، الحرية ماشي قضاء. اش غادي نقول لكم دابا بيني وبينكم غنقول شي حاجه ما عرفناش شو بينك وبينه شي حاجه نقول لكم كتعرفوا اكثر مني ولا يتفرجوا فينا كيعرفوا اكثر مني. كلشي واضح في هذه البلاد. وزير استغل نفوذه الوزاري، استغل موقعه الدستوري واستأسد على صحفي ليس له يعني من وسائل سوى حاسوب وصافي. هذا التغول في ابشع صوره، هذا الشطط في استعمال السلطه، هذا منعطف تاريخي خايب في تاريخ المغرب. صحفي ضربوا 3 سنين ديال الحبس، صحفي ضربوا 3 سنين ديال الحبس بناء على معطيات وهميه، وحرم ذلك الصحفي من ابسط شروط المحاكمه العادله، وهرستيه في حياته وحرمتيه من 36 شهر انه يعيش كباقي الناس وظلمتيه. الذبابه ولا الدبابه؟ الدبابه. يعني 36 شهر. تصوروا هذه انا ما كنبغيش تفهم ليا. تصور انا 36 شهر ديال الحبس بنادم يطلع غير يطلع في الدار انتم كورونا خنطتو. تصوروا انا 36 شهر وانا تحت الارض ماشي داير ظلما، ومع ذلك عندك الجرأة تجيبني مرة أخرى وأنت ما الحساب القديم ما صفيتيش معايا، باقي كنسالك. درتي لي محاكمة يندى لها الجبين. كنعطيك قرعة سيدي علي هادي، سمحوا لي ندير هذا الإشهار، سيدي علي ولا عين سايس ولا كنعطيك قرعة وأنت قرعة وشديتيها قدامي والكاميرا شادة كنعطيك قرعة كوسيلة إثبات. ملي كنفتح الحكم باسم جلالة ما كنلقاش القرعة. كاينش القرعه. انا توك حاكمني رميني الكلاب، غير حاكمني محاكمه عادله. عطيتك هذه القرعه شدها، عطيتك الستيلو وانت عندك سلطه تقديريه ديال التقييم الغرباله. انا ما ندخلكش في سلطتك التقديريه، ولكن فين كضرني انا؟ عطيتك قميجه ما لقيتكش كاتبها، ولا قميجه هي براءتي خزنتيها ولا يسأل احد. اش من شعورك وكدور ليا وانت مجايبني على وزير؟ اش كنقول له؟ غير علاش هاد السياسه هكا، علاش هاد المعطيات هكا، علاش واش عمري وهبي واش عمري ناقشت له حياته الخاصه؟ واش كياكل العدس، واش كياكل اللوبيا، واش عنده مراه ولا عنده جوج عيالات؟ علاش خدا غير مراه، علاش ما خداش جوج عيالات؟ هذه مسائل شخصيه ما ندخلوش فيها. هنا غتلومني انا كناقشك ممارستك الحكوميه، كناقشك ممارستك كفاعل في الشأن العام، كمحامي، كوزير، كامين عام. واش المغاربه هذه المملكه المغربيه قرون وهذه الترسانه القانونيه وهذا المسار بعلاته المتعثر وكذا، ولكن راه حنا ماشي دوله كحله، راه كلنا عندنا مؤاخذات على المغرب وما كاين. واعلى سلطه في البلاد اللي هو الملك محمد السادس قبل منا كاع في المعارضه راه قال الطبقه السياسيه ما كنتيقش فيها، قال اين الثروه، ووجه واحد الوقت خطاب قاصح للاداره المغربيه وقال لهم انتم ما كنتوش كتخدموا الناس. اذا كاين اقرار من اعلى سلطه وانت عارف ان الدوله فيها مشاكل، الا انا الذي لا يقبل نقدي في هذه البلاد. انا المهداوي انت اسكت نهضروا كاملين. هذا الشيء اللي قلت انا في الوهابي قالوا الناس ضربوه في الراس الا هذاك جيب لي هذاك مالك. انا نقول لكم علاش انا بكل ماشي انا ماشي كنتكبر ولا شي حاجه. باش كنحط الصباع على الجرح في السياسه العموميه، لقاش كنتقدم السياسه العموميه بصح، لقاش كنعري على مشاريعهم التخريبيه. لم يحدث في تاريخ المغرب هذا التراجع اللي انا راه اتالم اخوتي المغاربه، لان المغاربه ما حسوش بخطوره المسطره الجنائيه. والله ما حسيتوا بها كما حسيت بها. على مشروع قانون المسطره الجنائيه استهداف مباشر لحقوق الافراد والجماعات، وبيني وبينكم الايام. واش انت عباد الله كاينه شي دوله فوق الكره الارضيه تحرم جمعيه تقدم في الفساد؟ واش هذا الحماق؟ انا واش التلبس فيتي؟ الله يجزيكم بخير الاخوان باش حيتكلم ملي كيوقع الصوت باش حيت ملي كتهضروا انا كنحس بكم، ولكن من الهضره ما غتشوش ما غيتسمعش الناس. عرفت الفكره مشات ليا. واخا واش هادشي غادي يحبسك؟ انا رجاء الاخوان عافاكم لما خذوا واحد المعلومه، الله يرحم لكم الوالدين. راه حتى حاجه ما سهله، راه لما مضغتيش الخبز راه ما تهبطوش من قرجوتك، راه الا ما حرضتيش راه ما تحصدش. وكذلك الدوله، واش باغي انت المغاربه تعيشوا ديمقراطيه واش ما غتضحيوش شي شويه؟ ما غتعرفوش شنو الواقع. راه انا ضحيت سيدي وضحيو الناس، ما كاين باس. خليكم من حميد المهداوي، انا ما تشوفش المهداوي ما يعطف عليا حتى واحد، ما يشفق عليا حتى واحد. انا بغيتكم تعطفوا على هذه البلاد وتشفقوا على هذه البلاد في غد بهذه الحكومه. انت جايب قانون كيخلع
انت كتقول عرفتي شنو هي وانت عضو في المنظمات الدوليه ومحاربه الفساد، والمنظمات الدوليه تلزمك بمحاربه الفساد وكتعطي للمجتمع المدني تقدم شكايه، وانت عضو في المنظمه الافريقيه ديال محاربه الفساد، وانت عضو في المنظمه العربيه لحقوق الفساد، وعندك استراتيجيه وطنيه لمحاربه الفساد من 2015 جوسكا 2025، وعندك مؤسسات، وفي اخر المطاف الحلقه المحوريه في محاربه الفساد اللي هو الجمعيات كتكبل يديها اخطر من هذا. ماشي كبلوا الجمعيات ولا الناس من وكبلت يد القضاء. انا هذه اللي خلعتني، وحتى القضاء شدوه وكتفوه. ها انت وكيل الملك، ها الفساد تيقول له بلاتي بعد منه. لا ماشي بعد منه، خاص يجيب الشكايه وزير العدل او وزير الداخليه او يجيبها المجلس على الحسابات، الجمعيه ما تجيبهاش. اذا وهو قاضي عنده كيتحرك عا بالوشايه الوكيل العام عا كيشم الريحه. اذا كبلت يده وكتمشي للماده 108 كتلقاه كيعطيه التصنت المخابرات، تصنت تجسس الجرائم، دار له انت ملي كتعتبر جرائم خطيره التجسس وكذا وقال الفساد، وتصور واحد التناقض خطير بين الماده 103 والماده 308. في الماده 108 تيقول لك الفساد وتبديد المال العام الجرائم الخطيره، هو المشرع اعتبرها خطيره وخطيره وحبستي النيابه العامه تيكون تلبس، خطيره وحيدتي الجمعيات. كاين تناقض ولا لا؟ ملي وصفتي فعل جرمي خطير خاصك توسع المداخل لمحاربه الفساد ماشي تضيقها. هو في الماده 108 اعتبر تبديد المال العام وكذا اعتبره من الجرائم الخطيره، حطوه 108 ودار له اجراءات خاصه. كتمشي للماده 3 دابا بيني وبينكم التلبس فين تيكون التلبس؟ عارف الرشوه. اذا وفين هو الاختلاس وفين التبديد وفين كذا. اذا وشكون هو هذا الشفار في المغرب اللي قليل اللي كنلقاوهم متلبس؟ هما راه شي زوارات، راه كتبدا العمليه غير بقرائن وكذا وبدايه حجه والقضاء كيكون. هو قال لك لا سي تيكون متلبس تلقاوه. ايوا كي غنديروا؟ وانا دابا جا واحد جلس معايا قال لي شوف داك السيد راه البال عنده واحد الطلب، عطاني معطيات، عنده ديور، عنده فيلا، عنده كذا، وراه سرق عاود لي. ما نعاودش انا الوكيل، يقول لي لا خصني تيقول لي وزير الداخليه، يقول لي مش على الحسابات. واكبر مؤشر كيزكي هذا الكلام علاش تحيد الاطراء الغير المشروع؟ ها علاش كنتحاكم؟ صافي انا تحاكم من الاخر صافي فهمتوا؟ واش يمكن نقولوا اليوم راه الوزير وهبي حقر السي حميد ولا حقر المغاربه؟ وحقر المغاربه ماشي انا شرف ليا الاستاذ انا عندي هاد الوجوه الطيبه. انا راه عرفتي شنو انا بخير بهاد الوجوه الطيبه ومحامون ومؤاخذ. الناس راه كيتحاكموا ساكن ما كيوقف معاه حتى واحد. شوف انا واقف معايا العالم شي حقر فيا انا حقر على المجتمع المغربي. انا راه جاي من واحد الفيلاج دوار. شنو رجال التعليم اليوم؟ خريشات ولا يدعى مع الوزير. شنو رجال التعليم؟ نقول لها زيد بوتي ولد قراتو في وصلاته. شكون اللي شاف اللايف البارح؟ عقلتي ديال قلت واحد خينا كان معنا في لافاك، ولكن واش صحيح ولا الغرب؟ حنا كنا نضحكوا به بعشيه. قال لك كيعوم في الواد، كيعوم معاه في الواد والدوار، كيعوم معاه في الواد. ايوا من جا للحي كان الحي غيتعطى السواعده وداروا الطلبه شي معركه وخداو الحي، وداك الحي زين فيه واحد البانيو رومي كيكون داكشي زوين. سيدنا داك البانيو الرومي يا صاحبي هو من الواد البانيو الرومي، وطلقوا دار الصاور كيقول يا موتي ولد قراتو في وصلاته. وهي هذه جانا كيقول السوابي زيد موتي ولا دعم مع وزير ومع اخلوش كلشي عليا قول لي كلشي ربح. واحد كاتب بريطاني قال له جورج اوري قال لك الصحافه في المستوى الاول هو انك تقول ولا تنشر اللي شي واحد الجهه ما باغاش اعظم. هذا النوع من الصحافه هو اللي كتمارسو دابا ببساطه. نعترفوا بهذه المسألة، ولكن واش ما كتشوفش بانه هذا النوع ديال الصحافه في المستوى ديالها الاول المغرب ولا البلاد ولا جهات في البلاد ما باغاش تمارس؟ باينه. انت كتشوف شحال ديال الصحفيين في البلاد وشحال ديال المؤسسات، ولكن حتى واحد دابا غنقول لك واش ما شعار دابا شفتوا شي وزير في العالم داعي شي صحافي؟ غنقول لكم المغاربه هادي ومشي بحالاتي. هاد الكره الارضيه فيها الدول ياك ما كتحسوش بالخزي وبالعار، كتقولوا حنا المملكه المغربيه مالنا حنا وزير اللي داعي. ما الكابون ما دعاش بس، ما البوركينا فاسو، اثيوبيا ما لها وزيره ما داعيش. عطوني شي دوله داعي فيها وزير صحافي ورئيس حكومه. انتوما علاش لقاوها سايبه؟ ببساطه هو سايبه ولقاوها هاك. علاش السي حميد راه البلاد ما بغاوش هذا النوع ديال الصحافه يتمارس؟ بارك عليك الشمس بارك عليك الشمس. بالنسبه للجلسه مع ما قلتهاش كويله عقلوا نهار 14 10 مع 12 وراكم معروضين كاملين. راكم معروضين كاملين وغتكون وقفه عاود غتكون وقفه نهار الجلسه الثانيه غتكون وقفه. اليوم جينا الحضور ديال المحاكمه ديال الاخ والصديق الصحفي حميد المهداوي على اثر الشكايه اللي وضع به السيد وزير العدل. السيد وزير العدل اصبح يقاضي الصحفيين على اثر مزاوله عملهم.
بعدما فشل في إصلاح منظومة العدالة. السيد وزير العدل أصبح يصفي الحسابات بوضع شكايات للنيابة العامة ضد الصحفيين، لا لشيء إلا أنهم ينتقدونه ويقومون بمهامهم كسلطة رابعة. السيد وزير العدل أصبح يخلق ملفات في مقاضاة الصحفيين، وهذا يبين أن بعض المسؤولين لا يستسيغون ما قام به جلالة الملك أو الرسالة اللي بوصل بها جلالة الملك حينما قام بالإعفاء على الصحفيين. راه اليوم الإخوان الأخوات إلى الخطورة ديال مقاضاة الصحفيين هو أن هذه الملفات سوف تستغل ضد المغرب من طرف منظمات دولية وتقارير دولية. وتنشوفوا بالأمس القريب فاش كانت قطر بتنظم كأس العالم جاء انتقاد بعدة منظمات دولية على إثر العمال العرضيين. كيفاش اليوم غدا نقولوا الرأي العام والمنظمة الدولي أن المغرب ترأس لجنة الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووزير العدل يستغل نفوذه لمقاضاة الصحفيين. والصحافة سلطة رابعة تقوم بدورها. وزير العدل لم يصلح قطاع العدالة. كاين مشاكل في المحاكم كترتبط بالإضرابات، المحامون، الموثقين، الموظفين، العدول. قطاع العدالة شبه مشلل، لم يصلح من 1956 وحنا تصلحوا في الصحة والتعليم والسكن والقضاء وما صلحنا والو. بالتالي اليوم هذه الشكايه اللي ضد الصحفيين تعبر عن الرده والنقوص اللي تنعاني منه. كاينه رده وتراجعات خطيره. هذه حكومه الكفاءات هي حكومه قطاعيه راسماليه تؤمن بالعبد السيد وتخدم مولي الشكوره وتبي يقمعوا الاصوات الحره. جينا اليوم لهذه الوقفه هذه تضامنيه طبعا، وغادي يكونوا منظمات اخرى ان شاء الله مستقبلا ووقفات ومسيرات ولو رفعوا تقارير للمنظمه الدولي بهذه الشكايه هذه. لا يعقل على وزير العدل ان يقوم بشكايه النيابه العامه ضد الصحفي خرقا لقانون الصحافه والنشر، لان قانون الصحافه والنشر خالي من العقوبات السالبه للحريه، ولا يحق النيابه العامه بمتابعه الصحفي على اثر المهام ديالو. بالتالي نقول للسيد وزير العدل كفى استغلال النفوذ، بركه راس كتب رضا الطوجني وحكموا عليه 4 سنين الحبس، وجلاله الملك عفى على رضا الطوجني. كانت رساله. راه بعض المرات خص المسؤولين السبوره والطباشير. راه جلاله الملك تيحاول طالما يرسخ لدولة الحق والديمقراطية، ولكن بعض المسؤولين لا سمحهم الله يسيئون للمغرب ويسيئون للديمقراطية ويستغلون نفوذهم. راه المغاربة كلهم عارفون ملف ديال اسكوبار والعالم كله. علاش وزير العدل ما شكاش بالصحفيين حاليا جون افريك ولا باري ماتش ولا جرائد دولية تيشكي ولاد المغاربة بخوتو صيفطوا من الحباسات، وكأن التنمية هو يصبحوا المغاربه 90% من المغاربه مدوزين الحباسات. بالتالي اليوم جينا نزدوا ومجموعه ديال الحضور كما شفتوا الاخوان المنظمات والصحفيين حلوا مشكورين طبعا التعاذر ديالكم والتكتف ديالكم، لان بعض المسؤولين زرعوا الفراغ وزرعوا الشتات في كل القطاعات. اليوم الاخوان هذه الشكايه عنوان للرده والنقوص وتراجعات خطيره تمس حريه التعبير وتمس تراجع حقوق الانسان بكل ما تحمل الكلمه معنى. شكرا للاخوان. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لايك للفيديو ليصلكم جديد كان تيفي.